في الكلية ظهر شاب اسمه مصطفى، أكبر منها ب8 سنين. ساب الهندسة بعد ما سقط فيها كتير ودخل كلية تجارة. كلامه حلو وشكله جذاب وثقته في نفسه كانت مغرية. البنت ما شافتش حقيقة قبل كده. اتقرب منها خلاها تحس إنها اتولدت من جديد. اتكلم معاها عن الجواز، عن الحب والمستقبل، وهي صدقت. أوقات كتير كانت بتفوت محاضرات عشان تقعد معاه، وطبعا ما كانتش حكت حاجة لأمها عنه. العلاقة تعمقت أكتر، بتحكي له كل حاجة، بتشاركه كل تفاصيل حياتها. ومع الوقت بدأت طلبات مصطفى تتغير وتكتر. كان عايز يقابلها مرة أكتر، وبعد كده طلب تزوره في شقته بحجة إنه مريض. في الأول اعترضت وقالت مش هينفع وما يصحش، بس للأسف بعد الإلحاح والاستعطاف وكلام كتير يطمن أي حد راحت. لكن مصطفى ما كانش مريض، كان بيستدرجها، وتحت ضغط عاطفي واستغلال واضح سارة دخلت معاه في علاقة غير شرعية، مش مرة ولا 2، لأن للأسف مع الوقت بقت العلاقة دي ورقة ضغط عليها يهددها بيها كل ما حاولت تبعد. وبعد شهور